إيه الأخبار؟ صعوبة الفترة الرخمة اللي احنا كلنا بنمر بيها مش بس في الارتفاع الجنوني للأسعار اللي محسسك دايما إن أنت في سباق متواصل، ومهما حاولت إنك تقلل من احتياجاتك فأنت برضه مش ملاقي حاجة. صعوبتها الحقيقية إن احنا ما عندناش ريفرنس نقيس عليه، يعني ده ما حصلش قبل كده عشان نرجع في اللي فات ونستفيد منه في اللي حصل دلوقتي، لا دي تجربتنا احنا الشخصية الجديدة على كل دوائرنا من أولها لآخرنا. طب وايه الحل؟ الحل ان احنا نطبش فيها ونلاقي بنفسنا سكه ونخترع حل، فتصدير كلام الاحباط مش هيقدم ولا ياخر، والولوله والندم مش حلول عمليه، فاحنا محتاجين شويه نصايح من ستات البيوت عن طريقه التدبير، ومحتاجين افكار عن سكك تفتح ابواب رزق جديده للناس اللي هم شغله متاثر، محتاجين اللي عنده لينكات لكورسات مجانيه هتفيد اللي هياخدها يكتبها، محتاجين الناس البلوجرز والانفلونسر اللي هم بيعملوا تقييمات للمطاعم ينزلوا يقيموا الاماكن الصغيره بدون مقابل فترة معينة، ومحتاجين قاعدة التقييمات دي توسع شوية علشان تشمل أصحاب الحرف الصغيرة اللي هما محدش بيعرفهم ولا حد شافهم قبل كده، فاللي يقدر يعمل حاجة ويساعد بيها غيره ما يتأخرش، وربنا هيفرشها ويعدلها من عنده بإذن الله وهيلطف بالناس، بس احنا نقف جنب بعض ونحاول إن احنا نسند بعض ونزج بعض لقدام. سلام.